طيب خلينا نتكلم النهاردة عن واحد من المفاهيم الأساسية جدا في البرمجة الشيئية، البوليمورفيزم. مفهوم كتير مننا بيتعلمه، بس للأسف أوقات كتير بيتم فهمه بشكل مش كامل أو حتى بشكل غلط. أغلبنا لما بيبدأ في المجال ده أول حاجة بتيجي في باله لما يسمع كلمة polymorphism هي إعادة استخدام الكود. بنتعلم إنها طريقة ذكية عشان نستخدم نفس الكود في أكتر من مكان عن طريق الوراثة. لكن الحقيقة إن التفسير ده مش بس ناقص، لأ ده كمان مضلل. صحيح إعادة الاستخدام ممكن تكون نتيجة كويسة، بس هي مش الهدف الأساسي خالص، والتركيز عليها لوحدها ممكن يخلينا نبني أنظمة هشة وسهل إنها تقع مع أي تغيير. وهنا بقى النقطة المحورية، لازم نغير طريقة تفكيرنا. البوليمورفيزم مش أداة عشان نستخدم الكود تاني وخلاص، لا، هو أداة عشان نبني الثقة في الكود بتاعنا. يعني السؤال الحقيقي اللي البوليمورفيزم بيجاوب عليه هو سؤال بسيط جدا: هل ممكن أبدل الجزء ده بحاجة تانية من غير ما الدنيا تبوظ؟ لو الإجابة يبقى احنا ماشيين صح. لو الإجابة لا، يبقى في حاجة غلط في التصميم بتاعنا. لو بصينا على الجدول ده هنلاقي فيه فرق شاسع بين الفكرتين. على الشمال الفكرة الشائعة اللي بتركز على السهولة وإعادة استخدام الكود، وعلى اليمين الحقيقة المعمارية اللي بتبص للموضوع من منظور أعمق، منظور قابلية الاستبدال والثقة والحفاظ على المعنى. طيب، فكرة الثقة دي مش مجرد كلام نظري، في مبدأ أساسي بيحكمها وبيعتبر زي الدستور أو العقد اللي الكود بتاعنا بيمشي عليه. بمنتهى البساطة، المبدأ ده بيقول إن أي أوبجكت من كلاس ابن لازم نقدر نستخدمه مكان الأوبجكت بتاع الكلاس الأب من غير ما البرنامج يضرب أو يتصرف بشكل غريب أو غير متوقع. لازم الابن يلتزم بكل وعود الأب. ودي بعض العلامات اللي بتقول إن العقد ده اتكسر. كل نقطة من دول هي علامة تحذير. يعني مثلا لما نلاقي ميثود بترمي not implemented exception، ده كأنك بالظبط بتوعد بحاجة ومش بتعملها. اللي بيستخدم الكود بيتوقع سلوك معين وفجأة بيلاقي استثناء في وشه. هنا الثقة اتكسرت تماما. طيب، كفاية كلام عن الكلاسات، خلينا نطلع بالمستوى شوية ونشوف إزاي المبدأ ده بيأثر على مستوى الاركتكتشر كله. هنا بجد بنشوف القيمة الحقيقية للموضوع. في تصميم زي الأونيون اركيتكتشر أو بنية البصلة، الفكرة كلها قايمة على حماية القلب اللي هو منطق البيزنس، والطبقات اللي بره زي قواعد البيانات أو واجهات المستخدم لازم تكون قابلة للتبديل. ده هو البوليمورفيزم على مستوى كبير. والمثال هنا أوضح كمان، الهكساجونال اركيتكتشر بتتعامل مع العالم الخارجي عن طريق ادابترز قابلة للتبديل. يعني ممكن النهارده الابليكيشن بيكلم داتابيز وبكره يتكلم فايل سيستم، والقلب بتاع الابليكيشن مش حاسس بأي فرق. دي هي قوة قابلية الاستبدال. ولما الثقة دي بتتكسر، اللي بيحصل مش مجرد بجاية صغيرة، اللي بيحصل إن الخوف هو اللي بيسود. الكود بيبقى مليان تشيكس دفاعية، والمفاهيم تبدأ تسرب تفاصيلها، وأي تغيير بيبقى مكلف جدا ومرعب. وده بيرجعنا تاني للسؤال المهم بس من منظور مختلف وأكثر نضوجا. المهندس الخبير مش بيسأل إزاي أستخدم الكود ده تاني، لأ، هو بيسأل هل أقدر أستبدل الجزء ده من غير ما المعنى يتغير أو حاجة تبوظ؟ والخلاصة كلها في الجملة دي: لو الاستبدال فشل يبقى البوليمورفيزم ده ما كانش موجود من الأصل، حتى لو الكود بيستخدم وراثة. فدايما قبل ما نعمل أي علاقة وراثة لازم نسأل السؤال ده الأول عشان نضمن إننا بنبني أنظمة قوية ومرنة وقائمة على الثقة.